المسرحية خلصت بنجاح. حرب إيران وإسرائيل طلعت مسرحية ودخلت على العالم. عارف ليه؟ عشان كل الضربات اللي حصلت بين الطرفين كانوا متفقين عليها. حتى هجوم إيران على قطر كان متفق عليه، وترامب طلع شكر إيران على إنها بلغتهم بالهجوم. وبدل ما كل دول العالم كانت بتجهز للحرب العالمية الثالثة، فالنهاردة الحكاية اتكشفت وظهر فيها أسرار كتير. فركز معايا عشان هتتصدم اللي هتسمعه دلوقتي. من حوالي 12 يوم العالم كله اتفاجئ بهجوم إسرائيل على إيران واغتيال كل القادة وعلماء النووي في إيران، وكل ده حصل في ساعات قليلة، وكلنا اتصدمنا ساعتها ان الموضوع ازاي حصل بالسهولة دي. وحاولنا نحلل اللي حصل على قد ما نقدر، ووصلنا لنقطة ان ايران فيها جواسيس ويهود كتير جدا. لكن الغريبة ان حتى لو الموضوع مش سهل للدرجة دي، بس احنا عديناها وقلنا ماشي. ايران طلعت بعدها على طول وبدأت تضرب بالصواريخ بتاعتها القديمة واللي كانت مركونة بقالها سنين وملهاش اي لازمة. ولما سألنا ايه العبث اللي بيحصل ده، طلع برضو بعدها على طول إن دي كانت خدعة إيران لتدمير القبة الحديدية الإسرائيلية. يعني بمعنى أوضح، إيران استخدمت الصواريخ اللي ملهاش لازمة عشان تستنزف القبة الحديدية أو منظومة الدفاع الجوي، واللي إسرائيل بتقول إنها أقوى منظومة دفاع جوي في العالم. والحقيقة هنا كانت الصدمة الأكبر، إزاي أقوى منظومة دفاع في العالم وفي نفس الوقت اتدمرت من صواريخ قديمة ضعيفة جدا؟ وبعد كده إيران بقت بتضرب صواريخها على إسرائيل بدون أي مقاومة. يعني حرفياً كل الصواريخ كانت بتتضرب على الأراضي الإسرائيلية ومفيش أي نظام دفاع جوي شغال. والموضوع ده حصل بعد بداية الحرب بيوم. وهنا كان لازم نفكر إن إزاي يحصل كده، ويعني إيه دولة عندها أقوى منظمة دفاع جوي في العالم مش قادرة تحمي نفسها، وهقولها لك تاني، بصواريخ ضعيفة وقديمة. لكن بما إننا كان كل غرضنا إن إيران تنتصر، وده لأن كل دول العالم بما فيهم دول أوروبا ذات نفسهم بيتمنوا إزالة اللي ما يتسموا من الوجود، ولكن احنا كعرب اكتر ناس نفسنا ان ده يحصل. وعشان كده لما شفنا الصواريخ الإيرانية وهي بتدمر البيوت والمباني والمستشفيات في إسرائيل، كان كل غرضنا نفرح، وكان عندنا عشم ان دي تكون نهاية الكيان المحتل. وكل الناس فضلت تصور الصواريخ وهي نازلة على إسرائيل. وفي لبنان كانوا بيعملوا أفراحهم في قاعات مفتوحة، وفي أوقات ضرب الصواريخ الإيرانية عشان يوثقوها في أفراحهم، والناس كانت مبسوطة ومتفائلة ومعتبرين ان ده مفتاح الحياة. بس لو كان في بني آدم واحد بس فكر وحلل اللي بيحصل، كنا هنكتشف إن دي مسرحية من البداية. نروح لنقطة تالتة، وهي إن من بداية الحرب ورغم قصف المباني الإسرائيلية، إلا إن مفيش أي حد مات في إسرائيل. يعني إيه حضرتك كل المباني والمستشفيات دي ومفيش حالة وفاة واحدة بس؟ هتقولي طب مسرحية إزاي وإيران كل القادة اللي فيها اغتالوا وماتوا؟ هقولك دي كمان باتفاق، وإيران قد تكون باعتهم لما حست إنهم عبء عليها. طب اشمعنى خامنئي اللي هو أكبر راس فيهم وهو اللي بيحركهم ما حصلوش حاجة؟ حتى أمريكا لما اتدخلت وضربت المفاعلات النووية في إيران، كانت إيران عارفة بالهجوم ومجهزة له كمان. إحنا في بداية الحرب بالتحديد تاني يوم منها كنا نزلنا حلقة عن سبب دعمنا لإيران، وفي الحلقة دي كشفنا إن إيران دولة مش كويسة ولا بتحب العرب وبتشجع الإرهاب، لدرجة إنهم كانوا عاملين شارع باسم الإرهابي اللي اغتال الرئيس الراحل أنور السادات، وكانوا بيفتخروا بيه وبيعملوا له ذكرى سنوية كمان. لكن غيروا اسم الشارع من فترة قريبة جدا لما قالوا إنهم عايزين يحلوا خلافاتهم مع مصر، وسموا الشارع باسم البطل الشهيد سليمان خاطر. زائد كمان إن نظامها عبارة عن ميليشيات، وعلاقتها بأمريكا وإسرائيل قوية جدا وحبايب لدرجة أكتر مما تتخيل. وكل ده احنا نزلناه في حلقة سابقة قبل ما كلنا نكتشف إنها كانت مسرحية، وفي ناس انتقدتنا وكدبتنا، بس دلوقتي ما يقدروش يتكلموا. الحرب وقفت رسميا، بس إيران أعلنت إنها استهدفت مدينة بئر السبع، والمفروض إنها خلصت على 11 إسرائيلي وفي إصابات كتير. مش محتاجين نقولك إن ده مشهد النهاية بتاع المسرحية. وأخيرا يا رب يحفظ مصر وينصر إخواتنا في فلسطين. سلام. المسرحية خلصت بنجاح. حرب إيران وإسرائيل طلعت مسرحية ودخلت على العالم. عارف ليه؟ عشان كل الضربات اللي حصلت بين الطرفين كانوا متفقين عليها. حتى هجوم إيران على قطر كان متفق عليه، وترامب طلع شكر إيران على إنها بلغتهم بالهجوم. وبدل ما كل دول العالم كانت بتجهز للحرب العالمية الثالثة، فالنهاردة الحكاية اتكشفت وظهر فيها أسرار كتير. فركز معايا عشان هتتصدم اللي هتسمعه دلوقتي. من حوالي 12 يوم العالم كله اتفاجئ بهجوم إسرائيل على إيران واغتيال كل القادة وعلماء النووي في إيران، وكل ده حصل في ساعات قليلة، وكلنا اتصدمنا ساعتها ان الموضوع ازاي حصل بالسهولة دي. وحاولنا نحلل اللي حصل على قد ما نقدر، ووصلنا لنقطة ان ايران فيها جواسيس ويهود كتير جدا. لكن الغريبة ان حتى لو الموضوع مش سهل للدرجة دي،
بس احنا عديناها وقلنا ماشي. إيران طلعت بعدها على طول وبدأت تضرب بالصواريخ بتاعتها القديمة واللي كانت مركونة بقالها سنين وملهاش أي لازمة. ولما سألنا إيه العبث اللي بيحصل ده، طلع برضو بعدها على طول إن دي كانت خدعة إيران لتدمير القبة الحديدية الإسرائيلية. يعني بمعنى أوضح، إيران استخدمت الصواريخ اللي ملهاش لازمة عشان تستنزف القبة الحديدية أو منظومة الدفاع الجوي، واللي إسرائيل بتقول إنها أقوى منظومة دفاع جوي في العالم. والحقيقة هنا كانت الصدمة الأكبر، إزاي أقوى منظومة دفاع في العالم وفي نفس الوقت اتدمرت من صواريخ قديمة ضعيفة جدا؟ وبعد كده إيران بقت بتضرب صواريخها على إسرائيل بدون أي مقاومة، يعني حرفيا كل الصواريخ كانت بتتضرب على الأراضي الإسرائيلية ومفيش أي نظام دفاع جوي شغال. والموضوع ده حصل بعد بداية الحرب بيوم. وهنا كان لازم نفكر إن إزاي يحصل كده، ويعني إيه دولة عندها أقوى منظمة دفاع جوي في العالم مش قادرة تحمي نفسها، وهقولها لك تاني، بصواريخ ضعيفة وقديمة. لكن بما إننا كان كل غرضنا إن إيران تنتصر، وده لأن كل دول العالم بما فيهم دول أوروبا ذات نفسهم بيتمنوا إزالة اللي ما يتسموا من الوجود، ولكن إحنا كعرب أكتر ناس نفسنا إن ده يحصل. وعشان كده لما شفنا الصواريخ الإيرانية وهي بتدمر البيوت والمباني والمستشفيات في إسرائيل، كان كل غرضنا نفرح، وكان عندنا عشم إن دي تكون نهاية الكيان المحتل. وكل الناس فضلت تصور الصواريخ وهي نازلة على